في حياتنا ونفتكر انها صدفة بس بتطلع لعنة. وفي شنطة كانت مرمية في الشارع كأنها تايهة، بس كل اللي مد ايده وفتحها اختفى. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، وهنحكي النهاردة حكاية الشنطة، وتعالوا نشوف الكل اللي بيفتحها بيختفي ليه. كان في شنطة في شارع هادي في أول العاشر من رمضان. ظهرت شنطة سودا جلد، شكلها عادي جدا، لكن مكانها كان غريب. كانت دايما في نفس المكان، مهما الناس حركوها ترجع تاني. أول واحد شافها كان طفل صغير، حاول يفتحها اختفى في ثانية. الناس قالوا ده اتخطف، لكن الكاميرات ما ظهرتش فيها وهو بيبعد عن المكان. اختفى فعلا. عدت الأيام، وواحد من الشباب قرر يشوف ايه اللي جواها. قال يمكن كنز ويمكن فخ، انا هعرف. وقرب منها ولمس القفل، وفجأة اختفى. وبدأت الناس تخاف والحي كله بقى يتجنب المكان ده. حد قال دي شنطة مسكونة فيها روح حد مات غدر، ومش هيرتاح غير لما ياخد عدد تاني من الناس زيه. وحد تاني قال يمكن بوابة لعالم تاني، وكل اللي يفتحها بيتسحب جواه. وفي يوم راجل كبير كان دايما ساكت وبيمشي جنبها قرب منها وقال بصوت واطي انتهى وقتك يا شنطة، وحرقها. ومن يومها ما ظهرتش تاني، لكن الناس لحد النهاردة لما يشوفوا الشنطة في الشارع بيبعدوا عنها بعيد، ويفتكروا الشنطة اللي ملهاش صاحب، والكل اللي فتحها واختفى. ولو وصلتوا لحد هنا، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك. كانت معاكم جدة ملك. وكومنت جميل منكم كده فيه صلاة على الحبيب، وقولوا لي سمعتوا عن قصة تشبه دي قبل كده. وعايزة اقول لكم ان مش كل حاجة ملهاش صاحب لازم تتفتح. في حاجات وجودها لغز وفتحها نهاية غامضة، وفي النهاية الفضول ساعات بيكون مفتاح لهلاك. مش كل حاجة نشوفها غريبة لازم نقرب منها. في حاجات ربنا مخبيها، ومش كل لغز لازم نعرف إجابته. كانت معاكم جدة ملك، سلام يا حبايبي.